السلام عليكم كاملين صحاباتي خواتاتي امهاتي وحتى بناتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي قصص وحكايات. ما غاديش نطول عليكم وندخلوا مباشره في قصتنا. معكم نجاة. تربيت في وسط عائله محافظه، علموني القناعه والصبر والحياه والحشمه. قصتي غتبدا نهار اللي تزوجت براجلي سعيد. كان واحد الزوج ظريف خدام على راسو، ما ناقصو حتى شي خير، ولكن كانت شخصيته شويه ضعيفه قدامه. المهم نقولوا كان ولد امو بهذا المفهوم. من نهار اللي تزوجت به عشت مع عكوزتي وواحد اختو الاب ديالو الله يرحمه. وعكوزتي من نهار اللي حطيت رجليا في الدار وهي ما كتحملنيش. انا في الاول كنت كنحاول انني نتجاهلها وما نديهاش فيها، واخا كانت كتعاملني خايب. بحال مثلا ندخل الكوزينه، الا طيبت شي حاجه كتقولي لا حنا كنديروا لها هكا ما كنديروهاش هكا، الا قديت شي حاجه كتقولي لا حنا كنديروها هكا ما كنديروهاش هكا. تقولي واش ما كتعرفيش تشقاي؟ مال شغلك كله عوج وملاوط. مع العلم انني كنت حويدكه تبارك الله، معلمه الشقا على حقه وطريقه والتاويل والحداقه وطيابي طياب اللي ضاقو كان كيحماق عليه. مهم انا كانت الشخصيه ديالي ماشي داك البنت اللي عزيز عليا المشاكل والصداع، بالعكس كان عزيز عليا كما كيقولوا. كانت مشاغل حيط الحيط، ما عزيزش عليا المشاكل، ما عزيزش عليا نبقى نتعاطى وندي ونجيب في الهضره. صافي ملي كانت كتقول لي هكا كنقول لها خالتي علميني شنو ندير، واش هكا واش هكا. كلامك هو الكبير خالتي. نبدل هادي نحيد هادي. المهم كنت كنحاول ما امكن انني ما نتعاطاش معاها، وكما قلت لكم شاده الحيط الحيط. وحتى اختو كانت ما كتهزش الكاس، هو التالي ما كتهزوش معايا. كانت لا قرايه لا خدمه ومازال ما مزوجه ما والو. ملي كتفيق الصباح وهي حاضيه ظفارها، حاضيه حجبانها، حاضيه شعرها، حاضيه حبه خرجت هنا حبه خرجت هنا. المهم ما كتهزش الكاس من بلاصتو. كانت ديما عكوزتي كتقول لي وانت اللي خصك تخدمي وتشقاي، راكي في دار راجلك. اما بنتي مازال صغيره ومازال ما شافت ما تشوفت، حتى تزوج وتمشي عند راجلها داك الساعه راه غادي تخدم. المهم انا هادشي كله كان كيدخل لي من جهه وخرج لي من جهه، وكنت كنحاول نتعايش معاهم وما كنبغيش نتحاك معاهم. صافي قاده بشغلاتي الحمد لله. كنت حره وحادقه ونفسي حاره، نشقى نطيب نخمم نصبن نمسح، اي حاجه كنديرها ما عنديش مشكل. صافي كنسالي كنطلع لبيتي نرتاح مع راساتي، نصوني في التليفون نهضر مع ماما ولا مع خواتاتي. المهم بقيت عايشه مع العكوزه اخت راجلي. مره يتناقروا، مره يدابزوا، مره يهضروا، مره ما يهضروش. المهم انا كما قلت لكم كنت شاده تقاري لواحد الدرجه اللي كبيره. هاد المده داز على زواجي 3 سنين. ربي ما رزقنيش بالوليدات، وهنا غادي تبدا الحرب العالميه الحقيقيه مع عكوزتي المحترمه. ولات صباح وعشيه كتهزني بالعاقره وتحطني بالعاقره، وانا كانت كتجرحني بزاف وكيبقى فيا الحال، حيت كتقصحني وكنلقى راسي ان هادشي بيد الله. يعني انا ما عنديش شي حاجه اللي غادي نقدر نديرها. كنت ديما كنصلي وكندعي الله، يا ربي تفرحني، يا ربي ترزقني الذريه الصالحه، يا ربي عطيني شي بنيته ولا شي وليد، يا ربي تفرحني. وكانت ملي شي مرات كتعطل عليا الدوره الشهريه كنفرح كنقول باقيلا راني حامله. كنمشي كنجري للفارماسيان باش كنجيب التيست وكنديرو، ولكن كتكون النتيجه سلبيه، ما كنكون لا حامله لا والو، غير هكا كتكون تعطلت وصافي. المهم عكوزتي كانت ديما كتقول لراجلي ايوا وليدي انا باغيه نشوف وليداتك قبل ما نموت. فاش انت غادي تبقى بلا زواج؟ فاش غادي تبقى مسبع لي هاد العاقره؟ راه خصني نشوف وليداتك وليدك قبل ما نموت. راه اللي بحالكم والد ولده ولا زوج وليدات. وهو كما قلت لكم مع كان ولد امو ما كيقدش
يتزايد معاها في الهضره، كيقولها واخا المهم ان شاء الله هنا يكون غير الخير، انت غير ارتاحي وتهناي. المهم بقيت غاديه ديما كنسمع هاد الهضره على ودنيا وهاد المعيار عاقره عاقره عاقره. واحد النهار جالسه انا وراجلي وفتحت معاه موضوع، قلت له سعيد؟ قال لي نعم. قلت له يلا نعاودو نمشيو للطبيب ونديرو التحاليل ونشوفو شنو كاين، لا ربما يعطونا شي دواء اخر اللي ان شاء الله ربي يسر. المهم نديرو غير السبب والكمال على الله. شاف فيا وقال لي كيفاش يلاه نمشي وما فهمتش. قال لي راه انت اللي ما كتولديش ماشي انا، علاش انا غنمشي؟ سيري انتي. قال لي سيري وشوفي انتي شنو المشكل اللي عندك، انا ما عندي حتى شي مشكل، انتي اللي ما كتولديش. انا هنا فاش قال لي هاد الهضره صافي جمت في بلاصتي، قلت له ياك انا دابا جيت نشكي عليك ونحط عليك الراس وانت كتقول لي هاد الهضره؟ قلت صافي واخا ماشي مشكل سيدي، عندك الحق، انا اللي فيا المشكل، انا اللي خصني نلقى الحل راسي. صافي كمتها في قلبي، نعست ودموعي هابطين على خدي. فقت الصباح بكري مشيت عند الطبيبه ديالي. المهم السلام عليكم السلام، قلت لها عافاك جيت على حساب نعاود ندير تحاليل وهادي وتشوفيني. المهم دوزت ليه ولات قيدت لي تحاليل اخرين، حيت كنت من قبل ديما كنمشي عند الطبيب كيقول لي ما عندك والو ما عندك والو. كنبقى ونولي عاوتاني نرجع كنقول لعل وعسى زعما يجي شي دواء ولا هادي. المهم كندير السبب، كنحاول ما امكن، كان ديما عندي الامل انني غادي نولد شي بنيته ولا وليد. المهم عطاتني التحاليل درتهم، بقيت شي ايامات خرجوا لي تحاليل، رجعت عندها قراتهم لي، قالت لي ما عندك حتى شي مشكل، كل شي عندك نورمال، كل شي قالت لي عندك هو هذاك، ما عندك حتى شي حاجه، دعي الله يرزقك بالذريه الصالحه ويفرحك. قلت لها اللهم امين يا ربي امين. صافي جيت خارجه وهي تقول لي عافاك دقيقه بغيت نسولك. قلت لها دكتوره تفضلي مرحبا. هي تقول لي واش راجلك سابق له دوز؟ قلت لها لا دكتوره عمرو ما دوز. علاش؟ قالت لي ودابا انتي درتي التحاليل ما مره ما زوج، ما عندك حتى شي حاجه، دابا خص راجلك يدوز باش نشوفوا زعما الا كان عنده شي مشكل ولا باش نعرفوا الحل المناسب. قلت لها ان شاء الله يكون الخير. صافي قالت لي خصو ضروري يدوز، دابا انت دوزنا لك ماشي مره ماشي جوج وما عندك حتى شي مشكل، دابا راجلك ان شاء الله خصو يدوز باش نشوفوا شنو كاين. صافي خرجت من عند الطبيبه رجعت للدار لقيت راجلي. المهم قال لي امضرا شنو قالت لك الطبيبه؟ قلت له كيما العاده راه قالت لي ما عندك حتى شي حاجه، كلشي هو هذا، كلشي مزيان، كلشي نورمال. قالت لي دعي الله يفرحكم وصافي. المهم صافي راجلي سد على الموضوع، حيت كنت ملي كنكثرت ما ديما كنبقى نفتح مع هذا الموضوع نفتح معاه، صافي بحال يطلع له في راسو ومل. صافي انا ما بغيتش نزيد نبرجطو، سديت على الموضوع، بقينا عايشين دازو ايامات وشهور. ايوا صافي العكوز سيدي ما كتبقى تدق عليا عاقره، فلانه ها هي ولدت عندها جوج، فلانه ها هي هادي، فلتانه فلانه. المهم كتهزني بهاد الهضره، تصبح عليا وتمسي عليا، تصبح عليا وتمسي عليا، وانا كما قلت لكم ساكته وكنكمدها في قلبي وكندعي الله يفرحني. حتى لواحد النهار جاتنا واحد العراضه، كانت واحد بنت عند راجلي ولدت وعرضوا علينا الاسبوع. تقادينا انا وعكوزتي وخت راجلي، تقادينا لبسات كشطاطنا هادي فرحانين ناشطين. مشينا دخلنا، كانت العائله ديال راجلي كلها ملمومه مجموعين كاملين. غادي تسوليني على عائلتي، انا عائلتي ما كنتش مزوجه في المدينه ديالي، كانت في مدينه اخرى، كنت بعيد على عائلتي، يعني المدينه اللي انا فيها كاينه غير عائله راجلي مع عائلتي، خواتاتي وما وخوالي وعماماتي ما كاينينش بعادين عليا. المهم دخلت العائله ديال راجلي كلها مجموعين، الموسيقى النشاط كلشي ضاحك كلشي راشط. دازت واحد العشيه زوينه ضاحكين ناشطين، حتى لواحد اللحظه اللي جا كيسلم عليا ولا هادي كيقول لي كي دايره لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. كيقولوا لي عقبال لك انا جات، ان شاء الله نفرحوا بك في اقرب وقت يا ربي امين. كنقول لهم امين، شكرا لك بزاف الله يحفظك. المهم
قالتها للمراه الاولى الثانيه الثالثه كل شيء كيقول لي الله يفرحك الله يفرحك، وانا امين شكرا الله يحفظك شكرا بارك الله فيك. وهي تنقز جوزتي قالت لهم هي عاقره ما عمرها غادي تولد، انا ناويه ان شاء الله نزوج وليدي باش نشوف وليداتو قبل ما نموت. انا في هاد اللحظه صافي بحال لي خوتي عليا شفت الماء بارد، ما كرهتش الارض تشق وندخل فيها وما تعطينيش داك الهضره بحال القرطاس والناس كلها مجموعه، ما رضيتش جاتني قاصحه ما رضيتش. درت واحد الضحكه صفرا باش ما نبينش داك الضعف ديالي على الناس. الصاله عامره بالنساء كلشي كيسمع. صافي بقيت كنضحك داك الضحكه صفرا باش ما نبينش وانا بلي عالم بيا. حسيت بالسخونيه خرجت لي مع ودنيا، كملتها في قلبي كيما العاده. رجعت للدار وقلبي غادي يطر، طلعت مباشره لبنتي بقيت كنبكي 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 حتى بردت غدايدي وارتاحيت. صافي جا راجلي لقاني داير طالع لي الدم وشاف لي عينيا كاع منفوخين بالبكا. قال لي مالك ياك لاباس؟ يا كنتو في السبور وناشطين مالك ياك لاباس شنو كاين؟ وانا نقول له الهضره اللي قالت لي وحده كاع العائله. قلت لها شنو قالت لي قلت له عرفت صراحه حطتني في واحد الموقف صعيب بزاف. قلت له بحشمت ما ظنيتهاش. قلت له غتقولها لي؟ قلت له مولفه كتقولها لي هنا في الدار بيناتنا ماشي مشكل، ولكن باش تجرحني والعائله كلها مجموعه بقى فيا الحال بزاف كاع. صافي عنقني بقى كيصبر فيا قال لي وهي راكي عارفه هذه ما كتقول لك هكا وهي باغيه غير تشوف وليداتي وتفرح معانا وتفرح بينا وهادي ومنا. شتيه وقلت له سعيد يا اما غتمشي معايا للطبيب وتدوز يا اما طلقني والله يعاونك سير اخويا تزوج وولد وليداتك، ما غاديش تبقى مضيع حياتك معايا كما قالت امك. صافي انا عاقله ما كنولدش، خصك تزوج باش تشوف وليداتك. شاف فيا قال لي انت حمقى انا ما نقدرش نبعد عليك. قلت له شنو غتبقى بلا ولاد؟ قال لي المهم نبقى معاك انا انت اللي كتهمني، الولاد الا ما كانوش معاك ما عندي ما ندير بهم. فرحت بزاف وارتاحيت من قال لي هاد الهضره عنقني. صافي المهم قال لي صافي لا ما يكون خاطر غدا ان شاء الله في الصباح نوضو بكري ونمشيو. المهم دازت داك الليله غد ليه الصباح كما قال لي راجلي فقنا بكري لبسنا حويجاتنا صافي جينا هابطين باش نخرجوا نمشيو للطبيب. وانا نلقاو عكوزتي جالسه في الصالون. قالت له وليدي ياك لاباس مالك فايقه الصباح فين غادي؟ قالها صباح الخير امي مسي غادي نغير للطبيب ان شاء الله ونجيو. قالت له ياك لاباس وليدي شنو ضرك؟ ياك ما ضرك شي حاجه؟ قالها لا امي مسي ما ضرني والو باغي غير نمشيو على حساب عند الطبيب ندير شي تحاليل على حساب الولاد. وهي كانت جالسه وتوقف. قالت له كيفاش الولاده وليدي كيفاش؟ ياك هي اللي عاقره ما كتولدش واش غتبقى نتبع هاد العاقره ومجرجرك معاها؟ ياك الطبه ديال المدينه كاملين دارت عندهم شنو واش غتبقى تسناها؟ راه اللي بحالكم والد ومعاود وانت متبع ليها دخيتي صافي راه عاقره طلقها ولا شوف شنو دير ونزوجك بلا لات البنات. انا بقيت ساكته ما قلت حتى كلمه. قالها صافي المهم صافي انت غير ارتاحي من هاد الناحيه ما يكون الخير ان شاء الله. صافي خرجت انا وراجلي مشينا عند الطبيب ندوز عليه عطاه التحاليل اللي خصو يديرهم باش يشوفوا شنو كاين. المهم دار التحاليل بقات داز شي ايامات خرجوا التحاليل ديال راجلي مشينا انا وياه باش نجيبوهم. صافي فقنا عاوتاني الصباح مشينا باش نجيبو التحاليل جلسنا دكتور عطينا داك الوريقات ديال اللي خرجوا لنا. وهنا كانت الصدمه انا راجلي هو اللي عاقر وما كيولدش. الطبيب قال له انت اللي مستحيل تولد. قال له عندك نسبه قليله بزاف 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 شبه منعدمه انك تولد. راجلي فاش سمع هاد الهضره وجهو صفار 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 ما بقاتش فيه قطره ديال الدم.
قربت منه انا وشديت له في يدو، قلت له سعيد. صافي هو بحال الا جالس كيشوف فيا ولكن مغيب، غير الجسد اللي حاضر، اما عقلو صافي كان غادي يسخف بلاصتو. صافي المهم قلت له شكرا دكتور. خرجنا مع الطبيب وراجلي مصدوم، ما قال حتى كلمه. كنقول له سعيد مالك، هضر معايا شنو كاين؟ وصافي وربي ما كتبش علينا الولاد، ما عندنا ما نديرو، راه كلشي ديال الله، كون بغا نربي الوليدات وعندنا فيهم الخير راه غادي يعطوهم لنا، واقيلا ما عندناش فيهم الخير. صافي هو ما كيجاوبنيش، بقى ساكت. توصلنا للدار، طلع مباشره لبيتو، تبعتو انايا. صافي كنقولو سعيد عافاك. وهي طلعت نعكوزتي، قالت له وليدي مالك ياك لاباس شنو كاين؟ يا قلت لك راك راجل ونص يا وليدي وما فيك والو، متتبع لي هاد العاقره، كاع الطبا جرجراتك عندهم والو، يا قلت لك. وهاد المره كان اول مره راجلي غادي يغوت على امو، قالها صافي سكتي بركه، راه انا اللي ما كنولدش ماشي هي، صافي بركه. كوسي صدمت، جمدت في بلاصتها، ما زادت حتى كلمه. جمدت بقات كتشوف وهي تدردب مع الدروج وهبطت. صافي بقيت انا وراجلي كنواسي فيه، عافاك سعيد انا معاك وكنبغيك وحنا مع بعضياتنا، وربي اللي كيرزق وما تعرف ربي يدير شي معجزه ان شاء الله، ويعرف فرحنا بشي وليد ولا شي بنيته. المهم بقيت كنواسيه. صافي تكالما شويه، هاد النهار غدا حتى بدينا كنتعايشوا مع الوضعيه، واللهم لك الحمد، ربي اللي كيرزق، اللهم لك الحمد على كل حال. بقينا عايشين حتى زازت تقريبا شي عامين، حتى لواحد المره جاتنا الفكره انا وراجلي اننا نتبناو شي بنيته. اتفقنا انا وياه، قدينا المسائل الوريقات، مشينا تبنينا واحد البنيته وسميناها فرح حيت دخلت علينا الفرحه والبهجه للدار. راجلي كان كيحماق عليها، انا كنموت عليها، بحال ولدتها من كرشي، كتقطر لي معويناتي وحتى عكوزتي. واخا في الاول ما كانش موافقه على الفكره، ولكن من بعد ولفتها ولات كتموت عليها، وما كاين غير فرح. جيبوا الفرح، حروا الفرح، حطوا الفرح، اي حاجه زوينه كتكون ليها، ما خلاو العاب الحوايج، اي حاجه زوينه كنجيبوها الفرح. الحمد لله انا دابا عايشه انا وراجلي وبنتي بخير وعلى خير، الحمد لله مرتاحين. عكوزتي حتى هي تبدلات ولات مزيانه معايا، ما بقاش كتعاملني تعامل خايب، اللهم لك الحمد. انا دابا فرحانه بزاف، حيت الامومه ماشي غير بالولاد، زعما ماشي غير بالولاده، ولكن الامومه كتكون حتى بالاحساس بالمشاعر وبالقلب. حيت اللي كتربي كتر من اللي كتولد، اللي كتربي كتسهر، كتطبطب، كتواسي، كتكون معاك في اول خطوه غادي تخطيها، في اول نهار غتدخلي للمدرسه، كتسمعي كلمه ماما. بزاف المشاعر زوينه الصراحه، الله يفرح كل وحده يا ربي، امين، الله يرزق كل وحده. احساس الامومه احساس زوين بزاف. غادي تقولوا لي يعني ماشي بنتك حقيقيه، واخا هكاك، واخا ما ولدتهاش من كرشي، ولكن عرفت احساس الامومه وعشته عرفتو شنو هو احساس زوين بزاف اللي لا يحرم شي وحده. انتي دابا اللي كتسمعيني كنتي في بلاصتي، واش غتقرري انك تبقاي بوحدك انتي وراجلك وما تسمعيش كلمه ماما، ولا حتى انتي غتجيك بحالي الفكره وغادي تقرري انك تبنى شي بنيته ولا وليد باش تعيشي هذا الاحساس الزوين اللي ما كيتقدرش باي ثمن؟ حتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه القصه. ما تنساوش تخليو الراي ديالكم لصاحبه القصه. نتلاقاو في فيديو جديد، قصه جديده، مع السلامه.